اللي هعمل الغدا النهارده يا ماما. ازاي يا زينب؟ انت يا بنتي جايه من الكليه وتعبانه؟ لا مش تعبان. خير يا بنتي، انا من مده ما شفتكيش مبسوطه بالشكل ده. حصل ايه؟ تصوري يا ماما، شاب محامي وفنان وفي منتهى الأناقة بيكلمني بكل رقة وذوق وحنية، وعرض عليا مستقبله وعاوز يتجوزني. وده كتير عليك يا زينب. أنا ما كنتش يا ماما مصدقة إن فيه راجل في الدنيا يكلمني أو يهتم بيا مش يعرض عليا الجواز. يا بنتي ده انت زي القمر، غيرش مخك ناشف ومش مريحك وليكي أفكار تعباكي وتعباني. أنا مش قلتلك كل فولة ولها كيان؟ ما كنتيش مصدقان. خلاص يا ماما، أنا دلوقتي بقت لي ثقة في نفسي ومش هقول كلام يضايقك أبدا. ادعي لي يا ماما ربنا يوفقني. ونعم بالله يا بنتي، ربنا يتمم لك ويهدي سرك. من بقك لباب السماء يا ماما. ربنا هو الأعلم باللي في قلبي يا زينب. هو جاي يزورنا الأسبوع الجاي ولا اللي بعده بالكتير يا ماما؟ يا آنس والشر. لو كان المرحوم بابا عايش ما كنتش تعبت التعب ده كله يا ماما. أنا في ديك اليوم اللي أتعب لك فيه يا زينب. يا ما أنت كريم يا رب. مين الشاب اللي زي القمر اللي كان قاعد وياكي في البوفيه ده يا زينب؟ شفتك انا ودولة قلنا حقيقي تحت الساهي دواهي. كنا بيني وبينك عاوزين نسلم لكن خفنا. لا 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 مالكيش حق يا فوزية، كان حقكم جيتوا والله. قولي لي بقى مين ده يا زينب؟ خطيبك؟ ايوه يا بنتي الايه؟ ها وبيشتغل ايه يا ترى؟ محامي وفنان ورسام. مش تحب تشوفيه؟ يا ريت. في اي يوم اعرفك بيه. هو كل ما بيخلص من المحكمة بيجي يقعد في البوفيه. ها وعرفتوا بعض ازاي؟ والله ده القدر يا فوزية. شفتيه فين يعني؟ قوليلي. هو اللي شافني في معرض الرسام رمزي. وبعدين؟ ولا قبلين كلمني. طبعا انت سكتي زي عوايد. لا والله يا فوزية، الدور ده اتكلمت كلام مانيش عارفة جالي منين. انما الحقيقة شخصيته هي اللي شجعتني. ده التجاوب يا عفريتة، تجاوب الفن والقلب. وهتشوفيه تاني امتى؟ اول مرة راح يجي البوفيه هقولك. ربنا يوفقك يا زينب ويسمعنا عنك اخبار حلوة وتفرح. ميرسي يا فوزية. اهي دي يا سيدي صديقتي الوحيدة فوزية. اهلا وسهلا، دي فرصة سعيدة جدا يا انسة فوزية. ميرسي. زينب كلمتني كتير عنك وعن ذوقك ورسوماتك. رسوماتي انا؟ أي. يا حسرة، ده حضرتك لما هتشوفها تقول دي زي نبش الفراخ. انا اللي زينب خلتني متشوقة جدا اني اشوف صورك. لا ده لازم زينب هونت لك كتير، لكن يظهر ان الرسم ده فعلا هواية راقية جدا. اشمعنى يا استاذ رشدي؟ علشان يعني الناس الاكابر كلهم غاويين رسم. ده بس من ذوقك. لا العفو العفو، ده لولا تشجيع